والله أن كل علاقة بدايتها لا ترضي الله نهايتها لن ترضيك. العلاقة مع امرأة أجنبية عنك تقول أنا مبسوط، لن ترضيك نهايتها، واسأل المجربين. هذه العلاقة لن تكون علاقة صحية، بل علاقة اللي هي العلاقة الأخيرة هي اللي نسميها العلاقة المميتة التي تفسد عليك مصالح الدنيا ومفالح الآخرة. أكتر حاجة ممكن تحصل في حياة أي راجل إنه يفتكر إن في ست متجوزة ممكن تبقى ليه هو وبس. في الأول الموضوع بيبدأ بسيط، لا نية خراب بيت ولا حاجة، مجرد نظرات، هزار خفيف، كلام بيجي صدفة، هي تشتكي من جوزها وهو يسمع ويقول كلمتين مواساة، وفجأة الراجل يلاقي نفسه بقى بطل في قصتها، والست تلاقي حد بيسمعها ويقول لها كلمتين بقالها يمكن سنين هي مش سمعتهم. ومن هنا تبدأ الحكاية، الراجل يقنع نفسه انه مختلف عن جوزها، وانه الوحيد اللي فاهمها، الوحيد اللي حاسس بيها، الوحيد اللي بيعوضها عن اللي ناقصها في حياتها. وهي كمان تقنع نفسها ان ده مش غلط قوي، يعني اصلها مظلومة، اصل جوزها مش مهتم، اصل الحياة صعبة. لكن الحقيقة اللي محدش بيحب يقولها بصوت عالي ان الطريق ده نهايته غالبا واحدة من اتنين، يا خراب بيت يا قلب مكسور. الراجل اللي بيجري ورا ست متجوزة غالبا بيعيش وهم كبير جدا، وهم انه ممكن يبقى رقم واحد في حياتها، بس الحقيقة هو غالبا بيبقى رقم 2 او حتى رقم 3، لان الست دي عندها بيت وعندها جوز ويمكن كمان عندها عيال، وحياة كاملة مبنية من سنين. حتى لو اشتكت من كل ده فده مش معناه انها مستعدة تسيبه. في نص الطريق العلاقة دي بتكبر، الكلام بيبقى أطول، المجابلات بتبقى أكتر، والمشاعر بتتلخبط، والراجل يبدأ يتعلق بجد، بيبقى مستني مكالمتها، مستني رسالتها، مستني اللحظة اللي تقول فيها أنا خلاص مش قادرة أكمل معاه. لكن اللحظة دي نادرا لما تيجي بقى لحظة الحقيقة أو لحظة الغيرة، لما يفتكر إنها بترجع بيتها كل يوم وبتعيش حياتها الطبيعية جدا قدام الناس، ولما يبدأ يطلبها أكتر وقتها المشاعر تظهر. هي بتخاف، وغالبا لازم تخاف وتقول مش عايزة حد يعرف، مش عايزة مشاكل، وخلينا زي ما احنا. وساعتها الراجل يفهم إنه كان داخل لعبة قواعدها مش في إيده خالص. والأصعب من كل ده إن العلاقة دي بتاكل من روح الاتنين، فيها توتر وفيها خوف وفيها تأنيب ضمير وقلق مستمر، ولا هي عارفة تبني حياة جديدة ولا هو عارف يعيش حياته الطبيعية مع زوجته. وفي الآخر كتير من القصص دي بتنتهي بنفس المشهد، رسالة قصيرة أو مكالمة باردة مضمونها الأحسن إن كل واحد يروح لحاله. وساعتها الراجل اكتشف إنه ضيع وقت ومشاعر في علاقة من البداية كانت ماشية على أرض مهزوزة. الحقيقة اللي ناس كتيرة بتهرب منها إن الست المتجوزة لما تدخل علاقة من النوع ده غالبا بتدور على اهتمام، واهتمام بس، مش على حياة جديدة. والراجل اللي بيجري وراها بيبقى فاكر إنه كسب قلبها، وفي الحقيقة دخل قصة نهايتها شبه معروفة. والصراحة مش كل النهايات شبه بعضيها، لكن أغلبها بيكون نفس الدرس ونفس النهاية. القلوب لما تدخل علاقات غلط محدش بيطلع منها كسبان. في رأيك انت بقى قول لي، اللوم الأكبر بيبقى على الراجل اللي دخل العلاقة من الأول ولا على الست اللي فتحت له الباب؟ يا ريت تقول لي رأيك بصراحة في التعليقات. السلام عليكم.